بكم مشاهدي تلفزيون دبي، وأنا سعيد جدا أن أكون ضيف الحلقة دي أو ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألبوم. والله زمان زمان والله الحلوة وبان والدرى والله زمان زمان والله الحلوة وبان والدرى والله. طبعا أنا سعيد جدا أن ألتقي بكم، وأعتقد كثير منكم عارفيني، يعني عارفين أن أنا المطرب على حميدة يعني، ولكن عايز أقول عايز أعرف نفسي أكثر. يعني كثير قوي ما أروح أي دولة سواء كانت دولة أجنبية أو دولة عربية شقيقة يعني بيسألوني أنت جنسيتك إيه؟ لهجتي وشكلي وملامحي بتقول إن أنا شكلي ليبي، وناس بتقول لي أنت مصري، وناس تانيين بيقولوا أنا جزائري أو مغربي. فأنا سعيد جدا بهذا العمومية في الجنسية، فأنا فعلا عربي الجنسية، أنا راجل عربي من المحيط الخليج، كلنا عرب، وبقول إن أنا من قبيلة اسمها قبيلة الجماعات، والقبيلة دي تمتد ما بين مصر وليبيا. طبعا امتداد قبلي زي ما بين أي دولة ودولة في حدود تلاقي القبيلة اللي هي امتداد واحد. أنا أساسا من أبناء مدينة مرسى مطروح، طبعا وتعلمت الغناء في مرسى مطروح، وتعلمته من خلال القبائل البدوية في الصحراء، والمغني مع راعي الأغنام وهو بيغني، أو في المناسبات البدوية الجميلة اتعلمت الغناء. وطبعا امتداد الغناء من مرسى مطروح امتد حتى الجبل الأخضر في ليبيا اللي هي منطقة البيضة أو منطقة درنا أو منطقة المرج، كلها لون واحد. وعلى فكرة أنا عامل رسالة الدكتوراه في الغناء في هذه المنطقة يعني. فنشأت في البيئة دي وتعلمت الغناء في منطقة مرسى مطروح، ودرست بعد كده التحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعينت معيد، ثم حصلت على درجة الماجستير وعملت رسالة الدكتوراه في الغناء الشعبي البدوي. أنا طول عمري مؤمن بمبدأ في الحياة بصفة عامة، مش شرط حتى الفن، هو تميز ولا تمتاز. مش شرط تكون ممتاز جدا ولكن تكون متميز. يعني لو احنا 10 مطربين في 9 بيغنوا لون واحد وانا بغني لون منفرد، اذا انا تميزت عنهم مهما كانوا هم احسن مني، فانا هكون متميز. لو حصل حفله هياخدوني انا وياخدوا اي واحد من ال9 دول، مش ممكن ياخدوا 5 من ال9 دول انا ما كنتش منهم. فانا حبيت اني اكون متميز بلون معين من الغناء اللي هو اللون اللي انا استقيته من البيئه البدويه اللي انا عايش فيها. انا احترم جدا المطرب اللي يتميز، احترم جدا الفنان الكبير محمد منير. محمد منير يعبر عن المنطقه الجنوبيه لمصر، منطقه اسوان ومنطقه النوبه. احب جدا المطرب اللي يتميز بلونه. ايمان البحدرويش غنى فتره معينه لون سيد درويش ولون اسكندريه. مفيش مطرب تاني تميز بلون متفرد غير محمد منير وعلي حميده. احنا غنينا اللونين، انا من المنطقه الغربيه ومحمد منير المنطقه الجنوبيه. احتمال تكون المنطقه الوسطى والمنطقه الشماليه دي زي بعضيها، فعشان كده مفيش حد تميز فيها، كلهم تقريبا بيدوروا في فلك عبد الحليم حافظ. لوني انا لون بدوي، انا ما امنعش حتى في كلامي معاكم تحسوا ان في لكنه بدويه. حتى لما جيت عملت افلامي، عملت فيلمين، ما عرفتش اهرب من اللهجه البدويه، كانت دايما موجوده معايا على طول. فاللون البدوي فرض نفسه عليا شكلا وموضوعا. اطلع منه ازاي؟ انا ما قدرتش اطلع منه. انا فعلا غنيت اغاني ثانيه باللهجه المحليه القاهريه، ولكن ستطاردني اللهجه البدويه لانها في دمي وفي كياني وفي تكويني، ومش هقدر ابدا انساها حتى في سماتي وفي شكلي. يا هل ترى سرية جدا للمرئية اللي هو التلفزيون. طبعا احنا لما نصور اغنية فيديو كليب احنا بنضيف مادة فنية متنوعة جدا للتلفزيون، وطبعا دي في الوقت والاونه الاخيرة الحكاية دي تطورت جدا وخدت اشكال متعددة وخدت مرحلة او طفرة كبيرة قوي، واصبحت المكتبة التلفزيونية على مستوى العالم العربي غنية جدا باغاني الفيديو كليب. انا صورت مع مخرجين كتير جدا وعملت اغاني اكتر من حوالي 10 اغاني فيديو كليب، ولكن سبحان الله يعني الواحد زي ما كنت طماع مثلا لم اقتنع بعمل عملته، وكل يوم بقول انا عايز اعمل حاجة احسن، لدرجة ان انا من كام يوم رحت واخد معايا المصور وخدت معايا الكاست بدون مخرج، من غير ما المخرج يعرف يعني كده، ورحت على فين؟ على مرسى مطروح، وصورت غنوة اسمها من كام صيف. طبعا كنت انا المخرج وكانت تجربه مريره جدا. فكنت بختار الكوادر يعني، واختار الاماكن المعينه واقول للمصور صورني هنا.
طبعا كنت انا اللي بصور، انا قصدي المخرج، وانا اللي بتصور، وانا اللي كنت يعني بنظم المساله. فكان يوم عصيب بالنسبه لي، ورجعت من التصوير على المستشفى وقعدت 3 ايام عيان. لكن فعلا عرفت ان قيمه المخرج قيمه كبيره جدا، ولازم المخرج يبقى ورا العمل الفني. لكن في اغنيه عجبتني جدا لما صورتها وعملتها، كان اغنيه دمها خفيف وكانت فكرتها بسيطه جدا، والى حد ما انا مقتنع بيها كاغنيه من ناحيه الاخراج. اول عمل اتعرفت مع الناس، او اول اغنيه صورتها والناس عرفتني من خلالها. فلا انا بقول انا عملت اعمال قبل كده صحيح في ليبيا، عملت اغاني وعملت شريط كاسيت في ليبيا، وعملت اعمال غنائيه كتير. ولكن اول اغنيه اتشهرت لي واتعرفت من خلالها مع الناس كانت اغنيه طبعا لولاكي او حدث لولاكي زي ما بيقولوا. مش واخدين بالكم انتوا؟ اكيد كلكم سمعتوها وعارفينها. لولاكي دي كانت اغنيه غريبه جدا، وكان موضوع غريب جدا. ما توقعتش في يوم من الايام انها تنجح بالشكل ده وتاخذ هذا الكم من النجاح. لولاكي اغنيه اتعملت، عملناها سنه 88. كنت انا بدرس في الكويت في معهد العالي للموسيقى بالكويت، وجهزت الفكره اغنيه لولاكي مع المؤلف الاستاذ عزت الجندي، وهو باحث في الاغنيه البدويه، وكانت الحان الاستاذ سامي الحفناوي، وهو راجل استاذ في معهد الموسيقى وعلى فكره تلميذي برضه. وعملنا اغنيه لولاكي وطلعت سنه 88، واعتقد انها هي اشهر اغنيه ليا، والاغنيه اللي الناس عرفتني من خلالها. لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي ما حبيت. لو احنا أرخنا للاجيال الموسيقيه او الاجيال المطربين المدارس في المانيا بالذات، تاريخيا هنلاقي في عصر كلاسيكي، وعصر الروكوكو، وعصر الرومانسي اللي هو الرومانتيكي، وعصر تجريبي، وفي الاخر العصر الواقعي اللي هو اصبح الانسان يعبر عن ذاته في اعماله الفنيه. في العصر الكلاسيكي هو العصر الرصين، وعصر العقلانيه، وعصر الاساس، يعني حطوا اساسيات زي بيتهوفن وباخ وريمسكي كورساكوف وموزار وتشايكوفسكي والناس العظماء دول، حطوا اساسيات الموسيقى في العالم اللي كانت منها القوالب العظيمه زي السيمفونيه والسوناتا والفوجا والكونشيرتو والاعمال الفنيه العبقريه دي. احنا هنعتبر العصر الكلاسيكي في اوروبا وخاصه في المانيا وايطاليا هو الناس العباقرة اللي وضعوا الموسيقى في مصر، اللي هم رياض السنباطي وعبد الوهاب والأصبجي وفريد الأطرش ومحمد الموجي. ده في خلال في منطقة جمهورية مصر العربية أو القاهرة. لما نيجي لشمال أفريقيا عبد الوهاب الدوكالي وعبد الهادي بن خياط وعبد السلام بن محمد ومحمد حسن، منطقة شمال أفريقيا. لما نيجي المنطقة بتاعت الجزيرة العربية هنقول محمد عبده، طلال المداح، وعبد المحسن المهنا، يوسف مهنا، ومين تاني، وابو بكر سالم، ويعني ناس كتير جدا، عبد الله الرويش، نبيل الشعيل، ومطربين كم كبير من المطربين. المنطقه اللي هي منطقه بلاد الشام هنقول وديع الصافي، وحال الاخوي الرحباني، هقول كتير جدا، حليم الروم، وعباقره صراحه كتير جدا. نيجي للسودان هنلاقي محمد وردي، وهنلاقي سيد خليفه، وهنلاقي مجموعه كبيره جدا من الفنانين اللي هم دول نعتبرهم العصر الرصين او العصر الكلاسيكي في العالم العربي. نيجي المرحله اللي بعد كده، العصر اللي هو رضع من العصر الاصيل ده، اللي هو يتمثل فيه عبد الحليم حافظ، هو الرمز الاول او هو رقم واحد، ومعاه فايزه احمد، ومعاه ورده، ومعاه شاديه، ومعاه كرم محمود، ومحمد انديل، وعبد العزيز محمود، مجموعه كبيره جدا. الجيل اللي بعد كده احنا بنتكلم على القاهره، بناخد القاهره كمقياس، انا ممكن اخش على العربي لكن هيبقى المدى واسع قوي. جاء بعد كده جيل التلباني ومهر العطار ومحمد العزمي ومحمد رشدي ومجموعه كبيره جدا. جت بعد كده فتره هدوء ما كانش فيه اصوات، فجاه ظهر صوت هاني شاكر. هاني شاكر ظهر في وقت اللي كان فيه عبد الحليم حافظ، وكان في ناس كتير جدا، وهاني شاكر خد وضع كويس قوي في وجود عبد الحليم حافظ. لما رحل الفنان عبد الحليم حافظ ورحلت مرحلته، يعني هاني شاكر ما اثبتش وجود في الفتره دي، ولكن ظهرت فتره اللي قالوا عليها موجة الشباب. بدأها او في ناس بدايتها كان محمد منير وايمان البحر درويش وعلي الحجار ومحمد الحلو، كل دول لمعوا وطلعوا على السطح. هاني شاكر ما كانش معاهم.
فظهر مجموعة ملحنين للشباب وعلى رأسهم طبعا حميد الشاعري، وهو صاحب المدرسة الحديثة في الأغنية بتاعت الشباب. حميد الشاعري من خلال حميد طلع مجموعة مطربين، طلع ومجموعة ملحنين برضو، طلع من عندك يا سيدي خد من أول محمد فؤاد، عمرو دياب، علي حميدة، فارس، على عبد الخالق، علاء سلام، مجموعة كبيرة جدا، ودول هم أبناء جيلي أنا. طلع ملحنين من ضمنهم كان سامي الحفناوي وصلاح الشروبي وفاروق الشروبي وعماد الشاروني، مجموعه كبيره جدا. هاني شاكر لما حصلت اغنيه الشباب خد من مطربي الشباب او ملحنين الشباب اللي هو سامي الحفناوي اجمل اغانيه اللي هي شاور وعلي الضحكايه، ودخل هاني شاكر وركب الموجة الشباب بعد ما كان معارض ليها. فده الجيل اللي هو مطربي الشباب اللي انا انتمي اليه. ظهر بعد كده مجموعه مطربين انا لا اتذكرهم، لكن اتذكر منهم مصطفى قمر، مش فاكر مين تاني، محمد محي. فانا ما فيش وقت للتقييم، ولكن انا بقول مجموعه مراحل بدأناها بالعصر الرصين وانتهت بمصطفى قمر ومحمد محي.